السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تاني إعدادي عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معانا يونت 8 بعنوان Learn Smart Learn Easy. اتعلم بذكاء، اتعلم بسهولة. أول حاجة معانا يا شباب في اليونت هي الجرامر، والجرامر اللي على معالي معاريك بيتكلم على حاجة اسمها Contrast Connectors، يعني روابط التناقض. يعني ايه روابط التناقض؟ يعني انت بيكون معاك الجملتين دول عكس بعض وانت عايز تربطهم. زي ما تقول مثلا على فكرة انا بحب الشاي بس ما بحبش القهوة، بس ما بحبش، اهو كلمة بس دي اللي ربطت بين الجملتين بيها. كذلك برضو احنا عندنا في الانجليزي حاجة اسمها الروابط دي بتربط الجملتين ببعض. فعندنا حاجة اسمها روابط التناقض، دي اللي بتربط الجملتين اللي هم عكس بعض في المعنى او في الفكرة، او ان هم بيكونوا قدامهم حاجتين او بيناتهم حاجتين متناقضين او مش زي بعض، يعني مش بيساوي بعض في المعنى. فالفكرة ان احنا بنستخدم روابط التناقض عشان نربط جملتين عكس بعض في المعنى. اول حاجة معانا هي كلمة بط يعني ولكن. انا بحب القهوة ولكن لا احب الشاي. بط دي بقى دايما في نص الجملة، وده بيكون مكانها جملة وبتربط جملتين ببعض، وليها علامة مميزة غالبا بيجي قبلها فاصلة اللي هي الكوما. زي ما تقول I like tea but I don't like coffee. انا بحب الشاي لكن لا احب القهوة. تاني كلمة معانا في الروابط وهي كلمة however ومع ذلك. مكانها بتاجي في بداية الجملة، يعني دي بتاجي في بداية الجملة عشان تعبر عن التناقض مع الجملة اللي قبلها. يعني زي ما نقول ايه، it was raining it was raining however. دي جت في بداية الجملة التانية، ان هي كانت بتمطر ومع ذلك we went out ان احنا خرجنا. طيب هل however ليها علامات مميزة؟ اه طبعا ليها علامات مميزة. بيجي قبلها فاصلة اللي هي كوما، وبتبدأ بحرف كبير يعني دايما تلاقيها بالشكل ده. بعد كده اخر حاجة معانا في الروابط هي كلمة while اللي هي بينما. مكانها بتيجي في اول الجملة او في نص الجملة، ووظيفتها ان هي تقارن بين حاجتين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. مثال while I like fish بينما احب السمك. my brother likes meat اخويا بيحب اللحمة. بعد كده نروح على الحل. اول جملة معايا بيقول لي my sister loves eating spicy food. اختي بتحب ان هي تاكل طعام spicy يعني طعام حار. نقط I don't like eating it. يبقى اختي بتحب وانا ما بحبش. عايزين نربط ايه؟ نربط بينهم ازاي؟ نربط بينهم بكلمة while لان هي من الروابط التناقضية. نادر studied for 3 hours. نادر بيذاكر لمدة 3 ساعات. not he still didn't pass the test. طبعا نادر ذاكر 3 ساعات لكن ما نجحش. كلمة لكن يعني بط. تالت حاجة بيقول لي the weather was sunny. الطقس كان مشمس. not it rained this morning. ولكنها مطرت. الجو كان مشمس ومع ذلك مطرت، ومع ذلك يبقى however. مع ذلك يعني however. رابع حاجة بيقول لي my parents work very hard. أهلي بيشتغلوا أو بيتعبوا جامد. not they don't have enough money for us. ما معهمش فلوس لينا. ومع كده او لكن يعني، ولكن ان هما معهمش فلوس لينا ولكن يعني بط. طبعا يا شباب حلولي بقى السؤال رقم 5 ان شاء الله في الكومنتس، وقولوا لي ايه رأيكم في الشرح. ناجي لسؤال الريرايت. هو بيقول لي استخدم however، وجايب لي بيقول لي I really like red apples but my brother likes green ones. احنا عايزين نشيل بط ونحط however. طيب however كانت بتتحط بين جملتين او كانت بتاجي قبل الجملة التانية. فانا هقول I really like red apples. however
however my brother وأكمل my brother وأكمل. يبقى أنا شلت but حطيت نقطة وبعدين حطيت however وحطيت فاصلة كده أو كوم. حلو بقى يا شباب السؤال التاني وقولوا لي برضو ايه رأيكم في الشرح. نجي ندخل بعد كده على السكيلز، والسكيلز اللي على معلم عليك بتتكلم عن انك ازاي تكتب موضوع تعبير في نصائح للمذاكرة، يعني study tips. النصيحة الأولى find a quiet place، دور على مكان هادي. طيب انت هتدور على مكان هادي ليه؟ عشان تركز وتخلص الملزم منك. تاني حاجة النصيحة التانية make a study schedule، يعني اعمل جدول مذاكرة. طيب ليه تعمل جدول مذاكرة؟ لأن المذاكرة في نفس الميعاد بتكون حاجة روتينية، يعني بتديك طابع الروتين، وطالما هتديك طابع الروتين فهي هتسهل عملية التعليم. تالت حاجة أو النصيحة التالتة take short breaks، يعني خد فترات راحة قصيرة، لأن الراحة كام دقيقة بتخلي عقلك يفضل فريش ومصحصح للمذاكرة اللي بعد كده. رابع نصيحة بيقول لي use simple tools، يعني استخدم أدوات بسيطة زي النوت بوك، زي قلم ماركر، لأن الحاجات دي بتساعدك تفضل منظم وما تتشتتش. خامس نصيحة review your notes، راجع ملاحظاتك كل يوم بالليل، لأن ده بيثبت لك المعلومات في دماغك أحسن. بعد كده ندخل يا شباب على الستوري، والستوري اللي على معلم عليك بتتكلم على ذا جانجل بوك، يعني كتاب الأدغال. تفتكروا يا شباب لو طفل صغير عاش وسط الحيوانات، مين اللي هيعلمه أصول الحياة؟ هل الغابة فيها قوانين زينا؟ النهاردة هنعرف حكاية موكلي والدرس القاسي اللي اتعلمه لما وثق في اللي ما يتوثقش فيهم. أول حاجة المعلمين. موكلي كان عنده أستاذين، الدب بالو والفهد باجيرا. بالو علمه قوانين الغابة، الاحترام، الولاء، وازاي يفهم صرخات التحذير، وباجيرا علمه ازاي يتسلق ويستخبى عشان يفضل آمن. في يوم قرود الباندرالوج، ودول قرود مشاغبة جدا، خطفوا موكلي وخدوه فوق قمم الشجر. الوعد الكاذب. القرود قعدوا يضحكوا على موكلي بوعود كدابة انهم هيخلوه القائد بتاعهم، بس هو بسرعة فهم انهم كدابين وما عندهمش نظام. بعد كده المعركة. بالو وباجيرا ما قدروش يسيبوه، فاستعانوا بكاء الثعبان الضخم، هجموا كلهم على مدينة القرود المهجورة، وقوة كا رعبت القرود وخلتهم يهربوا. بعد كده الدرس، موكلي رجع لحضن أصحابه وهو فاهم إن الصداقة الحقيقية هي اللي مبنية على الولاء والاحترام، مش الوعود الكاذبة. دي كانت يا شباب يونت إيت. كان معكم أدهم رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.